ገነት እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አለን። ምንድነው እቺ ሴትዮ የምታብደው? እግዚአብሔር ነው የምልሽ እናቴ ትሞት ይኸውልሽ። ቆይ ውጭ ማለት ነው ይሄ የሚበቅል አላ ፎቶ አንተ ቆይ ተረጋግተሽ አውሪ። እሺ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ወተሽ አርሚ ትለኛለች። እናቴን ነው የምልሽ። ሀዳሊን ሮህ በራቀት ከሷ ጋር ትጨቃጨቂ መጀመሪያ ለኔ አስረጅኝ። ገነት ሁሉ ጊዜ ማለት ወተሽ አረቺ እብድ ናት። ዞር ብለሽ ቆይ እኔ እኮ ለኔ እንዳትረዳልሽ ዞር በይ። ከሷ ከሴትዮዋ ዞር ብለሽ ለኔ ንገሪኝ። يا اختي انت خلينا نتكلم يا اختي، خلينا نفهم، اعطيني الشغاله. هاتي انا بفهمها خلاص. اعطيني اياها. ايوه من اين ناس؟ لمن انت سلكون تشتيجالش؟ ገነት والله ልዘጋው ነው። አንቺ አሰሚም እንደ ከሷ ጋር ትጨቃጨቂ ከኔ ጋር አውሪ። ያ አላህ ገነት የቤት ስራ ራሱ ሰርቼ ማለት ነው እኮ እኔ እነግርልሻለሁ። አስረጅኝ። አሰማም እኮ እንዳለ እነግርሻለሁ አይደለ? አንቺ አሰሚም እንደ እኔ አስረዳልሻለሁ አልኩሽ እኮ ንገሪኝ ችግርሽን። ምንድነው አንቺ ብቻ የምታወሪው? ደግሞ ከሴትዮዋ ጋር ዞር ብለሽ ንገሪኝ አልኩሽ። እኔ እነግራታለሁ። ራቂ ከሴትዮዋ ጋር ራቅ ብለሽ አውሪኝ። እሺ ሊሞት እኮ ነው። እግዚአብሔርን ነው የምልሽ። ስንት በቃ እንቅልፍ ራሱ አላስተኛሽም እያለችኝ ነው። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው። በቃ ጧት ተነስታ ትጮህብኛለች። እኮ አሁን ችግርሽን ንገሪኝና እኔ እንድነግርልሽ አልኩሽ እኮ። ውጭ ማለት ነው አረማ አለ አይደለ? አረማ ብዙ ነው አለው። ሁሉ ጊዜ ወተሹ አርሚ ትለኛለች። ውጭ ከግቢ ውጭ ነው ወላ ግቢ ውስጥ ነው? ከትላንት ወዳ ማለት ነው ሌሊት 1 ሰዓት ተኩል ወተሽ አርሚ ምንድነው እብሳ አብሪና አለችኝ። ከዛ እብሳውን አብርቼ ምን ብዬ እነግርሻለሁ? እብሳውን አብርቼ ወጥቼ አረምኩት ልሻለሁ። ሌሊት ማለት ነው። እንዴት አታስብልኝም? እንዴት አታስብ? ዝም ብላ ነው የምታወራሽ። አሁን አትስማት። አምጫት ሴትዮዋን خلاص አምጫት። ሴትዮዋን አምጫት። በቃ አምጫት። አንቺ ምንም ማስረዳት ራሱ ለሰው በትክክል አልቻልሽም። ይሄን አርሚ እንዳትል አረማውን አርሚ ካለችኝ እኔ አላረምም። ወደ ኢትዮጵያ ነው የምትመልሽኝ። እመቤቴን ነው የምልሽ። መሄድ እፈልጋለሁ ወደ ኢትዮጵያ። ይሄን አረማ ግን አላርምም። እመቤቴን አንቺ በእኛ ቢሮ አይደል የመጣሽው? ገነት ይሄን አረማ ግን እሺ ገነት አንቺ በእኛ ቢሮ አይደለሽም ወይ የመጣሽው ነው የሚልሽ? በምን ቢሮ? በእኛ አው በእናንተ እኮ ነው መጣው። እሺ ሴትዮዋን አምጫት። በቃ ተይው፣ እሱን ተይው። ለኔ ተይልኝ። አውቄታለሁ። ሴትዮዋን አምጫት። ግን አረማውን አላርምም። እሺ አምጫት። هلا اسمعي حتى ملابس الاطفال يا اختي. طيب اسمعي انت خليني اسمعي يا اختي. طيب انت لما تقولي لها شيء قولي لها بشوي فهميها يا اختي. انت تقعدين تصايحين عليها حتى انا اذني وجعتني. سنة و3 شهور ما فهمت. ولو بالاسلوب يا اختي، بالاسلوب فهميها. سوي كذا ومحترمة عكس من بناتي والله. طيب بس انت لا تقعدين تصيحين فيها. اذا انت تقعدين تصيحين فيها كيف تشتغل يا اختي؟ كيف يا بنت الحين ما سيئت فيها والله. انا اسمعش ده الحين انت تصيحين، حتى انا ما سمعتش. انت تصيحين يا اختي. فهميها. ملابس بناتي مع ملابسها مع سراويلها مع ملابس. لين برا شوفي الله اكبر.
عينها ملبسها ملبس الاطفال. ليه الوساخه؟ اسمعي شوفي بالنسبة للحقة برا الحوش هي ما لها دخل برا الحوش خلاص. هذا برا الحوش يا اختي خلاص. يعني هي انا بدق عيره عند المكتب. ليه انا يعطي فلوس؟ هذا بيتي كله كامل، تنظف الحوش من الى وتنظف البيت من داخل. كيف حتى لا تنظفها ولا تغسلها، والله لا صورها شو تشوفينها الحوش بالمثل. الله ليه ما لها شغل في البيت؟ ليه انت حتى نقرب ايش جايبتها له ولو يا اختي ولو. طيب هي تشتغل في البيت كمان، تشتغل في البيت وتشتغل برا، يعني برا الحوش تشتغل. ليه ما تشتغل برا؟ ليه ما تشتغل في الحوش؟ وين تشتغل؟ في الشارع، تنظف في الشارع، شارع العام تنظفه. لا تحكيش. لا بصورش بيتي كامل، بصورش بيتي كامل. الحوش هذا عمال ونظفينه، من الشجر ومبرشينه ونظفينه وننظف فيش لا عشان ما يكسر الشجر. لا والله اني بقطع. ليه انا ما اعطيها فلوس. ولو يا اختي ولو، مو بكذا، مو بذا الطريقه يا اختي. لا ما هو بكذا. اول طيب شوف واحده تجدهم عليه السوالف دي. انا دقت على راعي المكتب بس المرض. وايش راعي المكتب؟ خلاص راعي المكتب ما له دخل، خلاص قد انتهى 3 أشهر. بيقول ليش سفريها، ما له دخل راعي المكتب. والله لا هقيش السيراميكات تشوفينها كيفي. ما الخدامه تسوي كذا سيراميكات. والله العظيم انها تجيب المرض، والله لا تغسل لا تكنس لا تنظف برا، والله انها ما تعود في البيت حاجه من برا حوش. طيب اعطيني قنة، تشوفينه اعطيني قنة. ما تصورش الحوش كامل تشوفينه. ليه انا جايبتها كذا، جايبتها تشتغل. طيب اعطيني واعطيها. والله اني بجي اذهبي ما بتاخر عليها بشيء، وهي غير مدلها فيها متدلع. ليه؟ نسيت الملاس. والله اني شديتها مثل ما شديت. الله نسيتها قادل والله تلالك. من اباتك يا متقالوا. لا مانيوم اسمعي، اعطيني الشغاله، اعطيني قنة. كلميها تنظفي الحوش. والله انت تنظفه. ليه انا اجيب خدامه كذا في الفاضي؟ ليه قنة؟ ما اصورش السيراميكات تشوفينها ووسخها، ما اصورش الحوش، حتى الفايلات والعيدان وكل شيء طايح بالحوش، والملابس طايحه والزباين وكل شيء، ما في خدامه. طيب خدامه بصورش الحين وبرسلش تشوفينه. طيب اعطيني قنة. يلا والله الناس قنة بك عندها سريلات بيرو إذا اشتمتاشي عندها سريلات تبدتات الناس تموت نوم